الرحمة المهداة وحوار سفينة النجاة مع فضيلة الدكتور توفيق العبيد، الأستاذ المساعد بكلية الدعوة الجامعية للدراسات الإسلامية ببيروت، ضمن البرنامج الرمضاني زاد الجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا بني اركب معنا. سفينة النجاة التي صنعها نوح بأمر الله 1000 سنة إلا 50 عاما. استمرت دعوة نوح عليه الصلاة والسلام بين قومه، لكن الكثير منهم أبى أن يهتدي إلى الحق، وكان من ضمنهم ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام. ذلك أن الهداية لا علاقة لها بأبوة أو بنوة، فلا تستغرب أن يكون عالم كبير وابنه في ضلال خطير، وبالعكس أن يكون أب شرير وابنه في عداد العلماء والصالحين. لا تربط هذا بذاك، فلا تزر وازرة وزر أخرى. حوار بين نوح وابنه. عندما صعد ابن نوح إلى الجبل ونوح عليه السلام يدعوه إلى سفينة النجاة. سفينة النجاة ليست هي السفينة فقط الخشب، بل إنها سفينة أهل الإيمان، لأن كل من فيها من أهل الإيمان، ولن ينجو أحد إلا أهل الإيمان. قال تعالى: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هكذا يدعوه لأنه لا نجاة اليوم لأحد غير المؤمنين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. الجبل اليوم لن يعصمك، لأن هذا الطوفان الحاصل ليس نتيجة كميات زائدة من الأمطار، وإنما هي عذاب سيزيل الكافرين. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تتدخل عاطفة الأبوة لكي تحاول إنقاذ الابن الذي أبى أن يكون مع الصالحين. ونادى نوح ربه قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. فهذا الابن لا ينفعه انتسابه إلى أبيه النبي ما لم يكن قد عمل بين يدي الله عز وجل ما يرافق الإيمان، إيمانا مع عمل صالح. أيها الإخوة الكرام، من هذه القصة الكريمة نجد ونحن في شهر الخير والبر والإحسان أن ننظر إلى آبائنا فأن نبر بهم، وأن نستجيب لدعواتهم وهم يدعوننا إلى الصلاح والفلاح. وهو يدعوك أبوك إلى أن تذهب معه إلى المسجد، واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فادخل من هذا الباب إلى جنان الله سبحانه وتعالى، ولا تكن كابن نوح الذي اعتصم بجبل ورفض الاعتصام بحبل الله المتين. نسأل الله عز وجل أيها الأحبة الكرام أن يكرمنا وإياكم أن نركب سفينة النجاة ونحن في رمضان. سفينتنا هي سفينة العمل الصالح، هي الصلاة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الإطعام والإنفاق، من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. كل تلك الأعمال هي سفينة النجاة. فاركب معنا ولا تكن مع الذين انحازوا بعيدا عن طريقة سفينة النجاة. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.